ما تسألنيش على حالي، ما تسألنيش على حالي. غروب الشمس جاي جاي، وبعده جاي سواد ليلي. ولو ناوي تكررها هرد أقول وأنا مالي. أنا حالي مهوش حالي، أنا حالي مهوش حالي. ما تطلبنيش أكون تاني. أنا أطرش ما بسمعش، وحتى دماغي مكفولة ما بفهمشي. ولو عايز أكون أعمى هكون أعمى، ولو ناوي تكررها هقولك برضو ما بشوفش. وبح خلاص. هتسألني عن الثورة هرد أقول أنا وانت بنتبخر. مفيش ثوار، مفيش ثورة، مفيش أحرار. أنا وانت بنتبخر. مفيش ثوار، مفيش ثورة، مفيش أحرار. أنا آسف هكون سلبي. هكون عايش أنا وحدي. ما تسألنيش على حالي. ولو ناوي تكررها هرد أقول وأنا مالي. ولو عايزني أتكلم تعد معاي في كام فرعون بيتنافس على الكرسي، بيتسابق يكون حسني. هنرجع تاني للماضي ويصبح حالي من حالي، ويتكحل سواد ليلي. هنرجع تاني للماضي ويصبح حالي من حالي، ويتكحل سواد ليلي. وتيجي يوم وتحكيلي وتبكيلي وتشكيلي هرد أقول أنا وانت بنتبخر. مفيش ثورة، مفيش ثوار، مفيش أحرار. وبح خلاص. لكن لو لسه في ذرة نكون أحرار، ولو عايز يكون الحكم للثوار نصلي وندعي للرحمن، ونيتنا تكون صافية، قضيتنا تكون واحدة. هنتكاتف ونتعانج ونتصافح ونتصالح ونتسابق على الأشطر، ونتعاهد نكون أشطر. هنتكاتف ونتعانج ونتصافح ونتصالح ونتسابق على الأشطر، ونتعاهد نكون أشطر. ونتواعد هنتغير. ساعتها لما تسألني على حالي هرد أقول أنا سمعك، أنا شايفك، أنا حالي بلون حالك. ورد أقول أنا آسف
أنا آسف بإني كتبت على الثورة وعلى الثوار بنتبخر بنتبخر. الثورة بتتبخر، ده كان عنوان القصيدة. طبعا فكرة القصيدة جت من الأيام اللي احنا عايشين فيها. طبعا كلنا شايفين مشهد جديد علينا وغريب علينا، سامعين وشايفين بعينينا التنافس والتصارع على منصب الفرعون القادم. وأنا آسف إني أقول فرعون، وأتمنى المرشحين يخيبوا ظني ويختلف المشهد من صراع على كرسي إلى منافسة شريفة على من يستطيع خدمة هذا الوطن، ويكون نتاج هذه المنافسة أو نتاج هذا التصارع في النهاية رئيس مصري يعبر ويرعى مصالح الشعب المصري. وأيضا المشهد اللي احنا عايشينه ولد في البعض منا أو ولد فينا شيء غريب. بقينا ماشيين نخون بعض ونجرم بعض، ده علشان خاطر أنا مؤيد مرشح آخر أو غيري مؤيد مرشح. بقينا ماشيين كنا عايشين فصيل ثوري واحد من بداية الثورة. دلوقتي أصبح في اختلاف ما بيننا وفي تجريم من البعض للبعض الآخر. صدقوني ده مش نجاح للثورة. علينا لو اختلفنا مع حد أكيد الآخر من وجهة نظره شايف إن هو بيعمل الأصلح للبلد، فما يجوزش علينا إن احنا نجرمه أو نخونه زي ما احنا عايشين وشايفين في الفترة الصعبة اللي البلد بتمر بيها. اتمنى ان احنا زي ما ذكرت في القصيدة نتصافح ونتصالح ونتعانج، ان احنا نكون الافضل ونكون الاشطر، عشان في النهاية ان شاء الله رب العالمين نحتفل جميعا بانتصار هذه الثورة. انا كتبت القصيدة دي يوم 8 ابريل سنة 2012. اتمنى ان هي توصل لجميع الثوار، واتمنى ان هي توصل لمسامع مرشحين رؤساء الجمهورية. دي رسالة من شاب مصري بيعشق تراب هذا البلد،
شاب ثوري يتمنى يشوف اليوم اللي يحتفل فيه مع الثوار اللي شاركوه طوال الفترة اللي فاتت الثورة. وبس. طبعا قبل ما اختم حابب ان انا اقول لكم تحياتي لكم جميعا، وربنا يولي من يصلح. كان معكم كاتب القصيدة و اللي قدم القصيدة بالصوت سامح المصري. شكرا لكم.